السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ال attachment disorder. attachment يعني إيه أصلا؟ الطفل لما بيتولد بعد أسابيع قليلة جدا بيبدأ يتعود على حد من الناس اللي بتهتم بيه، سواء كان مامته أو باباه أو حد من العيلة بيكون قاعد معاه. هو ده بيبقى المين attachment ليه، وبيفورم بيشكل بعد كده اهتمام أكتر بالشخص ده عن الباقيين. بيبدأ بعد شوية يعمل secondary attachment لحد أساسي، والشخص تاني بيكون التاني، يعني اللي بعديه، يعني كأن دي أول واحد ده أقرب ليا وبعدين ده اللي بعديه قربا، يعني كأنهم بالتدريج. وبعد شهور حوالي بعد 12 شهر تقريبا بيبدأ يشكل علاقته مع الناس اللي حواليه، مثلا الناس اللي بتزور gradually، يعني ناس جد وجدة خال وخالة بيبدأ يتعامل مع الناس دول. بعد 24 شهر بيفورم البوند ما بينهم، وبيبقى عنده attachment ليهم هما كمان، بس طبعا مش بالشكل الأساسي بتاع الشخص الأساسي بتاع الاتاتشمنت بتاعه. الموضوع ده ليه أنا بقوله؟ عشان نعرف بعد كده عواقبه بتبقى عاملة ازاي. لازم نعرف واحنا بنربي ولادنا مين فيهم الاتاتشمنت الأساسي. واحنا عارفين في بيت واحد ممكن يكون فيه كذا طفل، بس الطفل ده بيروح لبابا أكتر، ده بيروح لمامته أكتر. بيسيك الاتاتشمنت هنا بيبقى they are seeking care منهم، بيبقوا طالبين منهم اهتمام، بيبقوا عايزين منهم ان هم يريحوهم، ايا كان بقى الراحة دي، حضن، بوسة، نتكلم مع بعض شوية، نقعد ناخد وقت مع بعض، لما يقع بيتعور يجري عليهم. بيبان من هم صغيرين حتى مين الأساسي عندهم. الكلام ده بيأثر في الطفولة. ليه؟ الطفل لو يعني ما أخدش الاهتمام بتاعه والحنية والحب والرعاية وتلبية الرغبات بتاعته، لما يعيط يلاقي حد بيرد عليه بيكلمه بيفهم هو عايز ايه، عايز ياكل يأكله، عايز يهتم بيه ينيمه، الحاجات الأساسية في الطفولة وهم صغيرين. لو ما لباش الاحتياجات دي مع السنين، الطفل ده بيبقى عنده attachment disorder، وبتبان في التصرفات اللي بعد كده. بتبان من ازاي ان هما صغيرين؟ بتبان في رد الفعل بتاع الطفل. الام بتمشي وتسيبه مثلا، او الكير جيفر الاساسي بتاعه الاتاتشمنت بتاعه بيمشي ويسيبه شويه ويرجع. لما بيرجع بيبقى بيزعل في الاول، بس بيبقى لطيف، وبعد كده بيحس بالراحه ويبقى طبيعي تاني. او لما بيرجع بيبقى فيه 4 انواع: ده المريح، بعدها واحد تاني بيبقى متضايق وعايز يعاقب الاتاتشمنت بتاعه ان هو ازاي سابه، واحد تاني بيبقى متعصب جدا ومتضايق جدا وبيعمل مشاكل ما بيهداش خالص ولا بيرجع زي ما كان. الرابع كأنه بيبقى شوية كويس، يعني بعد ما بيرجع بيحاول يهدى، بس بيبعد عن الأم، بيبقى مش عايز يتكلم. الرياكشن بتبقى مختلفة بعد كده. على مدار السنين لحد ما بنتجوز الاتاتشمنت ده بيعمل مشاكل. معظم المتزوجين مشاكل ما بينهم، ده الريسيرش بيقول كده مش انا. المعظم المتزوجين مشاكلهم بتبقى attachment disorder. عشان كده بقول لكم ناخد بالنا من اطفالنا واحنا صغيرين. انا كارت ثيرابيست في العلاج بالفن بنعرف نعالج كل الحاجات دي. شكرا.